ذكرت صحيفة إيبوتش تايمز في 14 من يوليو أن سيتشوان تعرضت لعواصف مطرية نادرة منذ عقود، كما تعرضت ديانغ وميان يانغ وغوان وتشيندو وغيرها من المقاطعات والمدن للفيضانات، مما أدى إلى غمر العديد من السيارات بالمياه وحدوث انهيارات طينية في المناطق الريفية وتدمير بعض المنازل. لكن التقارير الرسمية والإعلامية قالت إن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الفيضانات بلغت مئات الملايين من اليوان، لكنها لم تذكر وقوع خسائر بشرية. وفي نفس الحالة حصلت فيضانات في اليابان وتايوان وأماكن أخرى، وتم الإبلاغ لأول مرة عن وقوع ضحايا. وقال بعض المعلقين إن الحكومة الشيوعية الصينية تتجاهل حياة الناس. يجري تكثيف سياسات استيعاب الإيغور والأقليات الأخرى في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين. واستخدمت الحكومة الصينية العديد من التدابير القسرية لاستيعاب الإيغور والأقليات الإسلامية الأخرى بغض النظر عن الشباب أو الشيوخ. وإن ما يسمى بالتعليم الأحمر السياسي للهان يحظر استخدام اللغة الأم، ويتعلم السكان اللغة الأصلية بالقوة، ويقرؤون شعر الهان الأحمر، ويمارسون الرقصات الوطنية للهان. في مقال على موقع تركستان تايمز نيوز، حيث يقول المقال: لماذا لا يتمتع الإيغور بالحماية مثل الفلسطينيين؟ إن المحتلين الصينيين في تركستان الشرقية اعتقلوا الملايين من الإيغور في السجون التي يطلق عليها مراكز التأهيل والتعليم الثقافي، وأن الحكومة الماليزية تنادي بحقوق الفلسطينيين، علما بأن الحكومة الصينية ليست جيدة في التعامل مع الإيغور، وتساعد الحكومة الصينية في عودة الإيغور إلى الصين، وأن على الحكومة الماليزية التفكير في هذا الأمر. خرج سكان البصرة إلى الشوارع للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وأسعار الخدمات المرتفعة، وطالبوا باستقالة السلطات المسؤولة. وعندما وصلت قوات الأمن إلى المكان قام المتظاهرون بإحراق عرباتهم، واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين المسلحين، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين. قال المدعي العام الأمريكي رودو روزنستاين في مؤتمر صحفي يوم 13 من الشهر الجاري إن المدعي العام الخاص روبرت مولر حقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقدمت وزارة العدل الأمريكية مزاعم جديدة ضد 12 عميلا روسيا، ووفقا للادعاء الصادر عن وزارة العدل الأمريكية فقد تم اتهام 12 عميلا روسيا باختراق الخادم الأمريكي. وبحسب الأنباء الأمريكية يعتقد أن الأشخاص 12 المذكورين يعملون في وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، ويحصلون على معلومات سرية من خلال وسائل غير قانونية ويجعلونها عامة. في 13 من يوليو تم إلقاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وابنته مريم للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد عند عودتهم من لندن. وحكمت محكمة باكستانية في 6 من يوليو عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى ابنته مريم بالسجن 7 سنوات، بدعوى أنها فشلت في تفسير مصدر الأموال لشراء 4 عقارات في لندن، ولم تبلغ عن الممتلكات للحكومة. وفي يوم المحاكمة عقد شريف مؤتمرا صحفيا في لندن قائلا إنه رفض حكما ذا دوافع سياسية، وقال إنه سيعود لباكستان.